سلام، سمحوا لي تعطلت عليكم، عارف راسي كحلتها معاكم، ولكن الأمر كان راجع أن البيسي ديالي تخسر، وكان عندي الأشغال بزاف وما كانش عندي الوقت أنني باش نصايبو. بسم الله نكملوا الفيديو ديالنا. كنا خليناها ومن داك النهار ما بقيتش كنقرب لشي حاجة سميتها الديب ويب، وحلفت ما نحكي حتى واحد. ولكن الليلة وانا كنقول لكم هاد القصة هذه سمعت نفس الدقان في الباب، وقفت في بلاصتي ما قدرتش حتى نحرك حتى صباعي. الدقان كل مرة كيزيد، كل مرة كنسمع الدق الدق الدق، وكأن شي واحد باغي يهرس الباب ديالي. جمعت الشجاعة وقلت بواحد الصوت مبحوح: شكون؟ شكون؟ ما جاوب حتى حد، غير الصمت والصوت ديال شي واحد واقف ورا الباب. فتحت بشويه وبالحذر، ولكن ما لقيت حتى حد، غير الظلام والشارع خاوي. كنت غادي نسد حتى شفت واحد الظرف صغير مرمي حتى العتبه ديال الباب ديالي. فتحته، لقيت فيه الصوره ديالي وانا جالس في الغرفه ديالي بالضبط ديك اللحظه. يعني شي واحد كان كيصورني من ورايا، وتحت الصوره مكتوب: انت الرقم 7، الباقيين كلهم ماتوا. برد لي الماء في ركابي، وقلبي بدا كيدق بزاف. جريت نسد جميع النوافذ ونسكر جميع البيبان. رجعت للغرفه، ولكن البيسي ديالي مازال شاعل بوحدو، واللايف ديال الروم 13 مازال شاعل. وفي الكاميرا ما بانتش الغرفه القديمه. هاد المره كانت الكاميرا كتصورني انا مباشره، وانا كنشوف وجهي على الشاشه، ورايا لقينا على الابيض كيقرب كيقرب كيقرب، حتى حسيت بواحد اليد بارده كتشد الكتف ديالي. واحد شويه كلشي ولا كحل. اخر حاجه سمعتها كانت الصوت ديالو كيقول: الدور ديالك سالا ياسين. ومن بعد ما بقى حتى واحد شافني ولا سمع عليا.